عالم فيزيائي اسمه ادوارد تيلر. قال ايه عمنا ادوارد تيلر ده؟ قال انا عندي مشروع عايز انفذه. ايه هو المشروع ده؟ ان هو ياخد اشعة الشمس اللي منعكسة من الشمس على كوكب الارض ويستغلها، بحيث ان يخليها مستقرة ويتحكم في الحرارة بتاعتها، يعني ولا تكون حر قوي ولا يكون برد قوي. وفعلا قد كان ابتدوا يعملوا تجارب على المشروع ده ويشوفوه اذا كان هينجح ولا هيفشل. وفعلا بدأوا سنة 1993، وبعد التجارب والابحاث اللي هم بيعملوها لقوا بالصدفة ان هم يقدروا يعملوا زلازل وبراكين وامطار اصطناعية بالصدفة. انت متخيل ان هم قدروا يوصلوا ان هم يعملوا زلزال بايديهم؟ وفعلا بدأوا يعملوا اول محطة تحكم في الطقس في ولاية ألاسكا، ودلوقتي عندهم اكتر من 20 محطة في جميع